بشوف ان نصيحة حافظي على جوزك وحاربي علشان مفيش واحدة تانية تاخده منك، واوعي فلانة وخلي بالك من علانة و ده كله كلام عبيط. اصل الكلام ده لو مطلعش منه هو صدقيني ولا كل محاولات الدنيا هتنفع فيه. ولو هنقول الصح بقى، يبقى المفروض ان هو يحترم مراته وما يحطهاش اصلا في الوضع اللي تحتاج فيه انها تغير وتتشعنن وتشك، وهتحتاج انها تخرج واحدة يا عيني دخلت بقى حياته والكلام الفارغ ده كله. خلونا نتكلم بجد بقى. اللي بيحب حد هيخاف على مشاعره، وهيفكر 1000 مرة قبل ما يكلم واحدة تانية أو حتى يفكر فيها. اللي بيحب حد هيحترمه في وجوده قبل غيابه. ولأن الأمور أبسط من كده كتير، فلو سيادته حاسس إنه مرتاح شويتين لواحدة، أو يا عيني بيحن على التانية، أو مش قادر ما يسألش على التالتة، يبقى يتفضل هو وقلبه الكبير دوت الباب يفوت جمل. بصوا يا جماعة، ممكن نتفق أو نختلف، بس أنا بالنسبة لي دي بتتحط تحت بند الخيانات، اللي هي مش مقبولة ومش مبررة بأي شكل كان. بجد يا جماعة، الدنيا أبسط من كل القصص والخيانات اللي بنسمعها دي. ليه الأمور ما تكونش بسيطة ومن الأول ما نحطش بعض في المواقف المش لطيفة دي، وبكل ذوق واحترام تقعد معاها وتقول لها حبيبتي سوري، أنا بني آدم وحش وعيني زايغة ومش قادر أكتفي بيك لوحدك لأني مش محترم، فأنا بفضل ننفصل علشان حابب أروح أمشي على حل شعري بكل بساطة. صباح الفل.